مرحبا أصدقاء حالمة. وصفة اليوم عبارة عن خلية نحل بطريقة مختلفة عن الخلية العادية، لأنه رح أستخدم دقيق البر. يلا نبدأ بالمكونات. أول شي رح نحتاج 2.5 كوب دقيق بر، ربع كوب سكر أبيض وممكن تستبدلونه بعسل، نص كوب دقيق أبيض، ربع كوب زيت نباتي، ملعقة كبيرة خميرة فورية، رشة ملح وفانيلا بيضة، كوب وربع حليب دافئ. رح نضيف المكونات الجافة. أول شي أضفت دقيق البر، بعدها الدقيق الأبيض، وبعدها السكر، الخميرة الفورية والفانيلا، ورشة الملح. نخلط المكونات الجافة ونتأكد إنه الخميرة توزعت على كامل الخليط. بعدها رح نضيف الزيت النباتي والبيضة، بعدها نضيف الحليب بالتدريج. رح نضيف شوي ونعجن باليد. الدفعة الثانية من الحليب، والدفعة الأخيرة من الحليب. ونعجن حتى نوصل لعجينة متماسكة وطرية مثل كذا. إذا كانت العجينة معكم ناشفة زيدوا شوية حليب، وبكذا تكون العجينة جاهزة. رح نغطيها بنايلون ونتركها تتخمر لمدة ساعة. وهنا بعد ما تخمرت العجينة جهزت. الحشوة عبارة عن جبن كريمي قطعتها مكعبات، والحين رح نبدأ نشكل كرات. ورح ناخد جزء من العجينة حسب الحجم اللي تفضلونه، أما كرات صغيرة أو كبيرة مثل اللي أنا سويت. رح نفلد الكرة بالطريقة هذه، ونضيف في المنتصف قطعة الجبن الكريمي، ورح نسكر بهذه الطريقة. ونكورها كذا. وهذا الشكل النهائي. وراح أضيفها في قالب مدهون بزيت، وراح أترك مسافة صغيرة بين كل حبة وحبة. وبعد ما نخلص كامل الحبات نغطيها ونتركها تتخمر مرة ثانية لمدة 20 أو 30 دقيقة. وبعدها أدهن الوجه بحليب على كامل الحبات. وهنا رح أضيف الحبة السوداء وأوزعها من فوق بطريقة عشوائية. رح نضيف سمسم الكمية اللي تفضلونها.
في فرن محمى مسبقاً بدرجة حرارة 180 لمدة 25 إلى 30 دقيقة لحد ما تبدأ تتحمر من تحت وحجمها يبدأ يتضاعف. وبعدها رح نخبزها من فوق عشان تاخذ لون ذهبي. وهذا شكلها بعد ما جهزت. رح نضيف من فوق دبس التمر بخطوط عشوائية. وبكذا تكون ألذ خلية نحل بعجينة البر جاهزة. جداً لذيذة، مختلفة عن خلية النحل العادية وطرية. شوف شكلها، لازم تجربونها. لا تنسوا تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وأتمنى الفيديو عجبكم، ومع السلامة.